السلام عليكم. بالنسبة لثالث درس يكون عندكم في الدورة الثانية هو لي ميكرو أورغانيزم و بيان لي ميكروب. تنقولوا إما ميكرو أورغانيزم ولا لي ميكروب بحال سواء لقيتي ميكرو أورغانيزم ولا ميكروب راه عندهم نفس المعنى. المهم شنو هما هاد لي ميكرو أورغانيزم؟ هما واحد الكائنات حية اللي تيبقاو ينتقلوا من شخص لشخص، وتلقاهم في جميع الأوساط. راه تنقدروا نلقاوهم في الماء، نقدروا نلقاوهم في الهواء، نقدروا نلقاوهم مثلا في الصول، التربة إلى آخره. بحال مثلا كوفيد، مثلا الفيروس ديال كورونا، راه تنحطو في هاد لي ميكرو أورغانيزم. هذه كانت فقط غير انتروداكسيون. اشنو قلنا؟ الميكرو أورغانيزم هما واحد الكائنات اللي تيكونوا انفيزيبل الوي، ما نقدرش نشوفهم بالعين المجرده، ولكن الا بغيت نشوفهم ممكن نستعمل الميكروسكوب. هذاك الشيء علاش تلقاو بان تنقولوا اما ميكروب ولا ميكرو اورغانيزم، يعني بان الا بغيت نشوفهم خاصني نستعمل الميكروسكوب. وقلنا تلقاهم في اوساط اللي هي مختلفه. يعني كتعريف ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم، سو سون دي زيتر فيفون كما قلنا، تيكونوا فيزيبل اونيكمون او ميكروسكوب، نقدر نشوفهم فقط بالمجهر. تلقاهم في تو لي ميليو، تلقاهم في جميع الاوساط. نقدر نلقاهم في لو، في ليغ، في لو سول. نقدر نلقاهم في لي زوبجي، يعني في لاصقين في الاشياء، ولا تلقاهم حتى في لابو، الجلد ديالنا الى اخره، في الاغذيه اللي تنتناولوا. يعني تلقاهم في اي بلاصه، يعني تلقاهم في تو لي ميليو هاد لي ميكروب بيان لي ميكرو اورغانيزم. هنا تظهر الصور ديال هاد الانواع ديال لي ميكرو اورغانيزم. كاين عندنا اربعه ديال لي كلاس، اربعه ديال الانواع. عندنا لي بروتوزويغ، ما يسمى بالحيوانات الاوليه. ضروري خاصك تعقل على بعض الامثله لان تطلبوا منك في الامتحان ولا فرد. هنايا تنهضروا على لاميب ولا الباراميسيل، الباراميسيوم. عندنا كذلك لي باكتيري. اي كلمه تلقاها تتسالي بكوك ولا باسيل راها باكتيري، مثلا بحال ستريبتوكوك ولا باسيل تيتانيك. عندنا كذلك لي شامبينيون ميكروسكوبيك، الفطريات المجهريه بحال الموازيسيغ دي بان، العفن ديال الخبز. ولا كذلك تلقاو لا لوفيغ. واخر كلاس عندنا لي فيروس، الفيروسات بحال الفيروس ديال ليباتيت سي، فيروس ديال كورونا الى اخره. يعني اربعه ديال لي كلاس خاص تعقل على الاسماء ديالهم وتعقل على بعض الامثله. هادشي اللي خاص تضبط هنايا في هاد البلاصه. هنا كما قلنا عندنا اربعه ديال لي كلاس، نحاولوا نتعرفوا اكثر على المعلومات ديالهم. لي بروتوزوير، من الامثله ديال هاد البروتوزوير عندنا لاميب والباراميسي. تيكونوا توجور اورغانيزم انيسيليير، يعني تتكون عندهم خليه وحده. ما تكونش عندهم فغي نوايو، يعني تيكونوا بساط. لي باكتيري بحال الباسيل لاكتيك، يعني الباكتيريا عصيات الحليب اللي تلقاهم في الحليب، مثلا ستريبتوكوك. عندنا لي شامبينيون ميكروسكوبيك، الموازيسيغ دي بان ولا لا لوفيغ اللي هي الخميره. الفيروسات كاين بزاف، في كورونا فيروس ولا فيروس ديال كورونا، الفيروس ديال لا غريب، وبيان فيروس ديال السيدا في اش. اللي خاصك تضبط مزيان بان هاد لي ميكرو اورغانيزم ماشي كاملين تيسببوا لينا لي مالادي. هادوك اللي تيسببوا لي مالادي تنسميهم ميكرو اورغانيزم ولا ميكرو باتوجين، يعني بروفوك دي مالادي. وكاين شي وحدين ما تيسببوش امراض. يعني في العالم ديال لي ميكروب راه ماشي كلشي تيسبب دي مالادي. كاين وحدين تعطيو دي مالادي تيتسموا باتوجين، وكاين وحدين ما تيسببوش لي مالادي، يعني تيتسموا نون باتوجين ولا ايتيل. هنا غنشوفوا الطريقة كيفاش ينقسموا، كيفاش يتكاثروا. كاين اللي تينقسم، كاين اللي تيتكاثر عن طريق الديفيزيون سيلولير. تتكون خلية وحدة كما تشوف هنا. ناخذ واحد الماركور مغاير كما تشوف هنا، تتقسم ديك الخلية من الوسط. تنقولوا بأن الطريقة باش تكاثرات هي لا ديفيزيون، انقسام. ها هي تتكون عندنا خلية وحدة تتعقب تقسم، يعني ديفيزيون. كاين اللي تيوقع لهم البورجونمون، يعني تيخرج منهم واحد البرعم صغير. كيف تشوف هذاك البرعوم صغير تيبقى يكبر حتى هو، تيوقع ليه ديتاشمون وتنفصل على البرعوم الاصلي، وتتبقى تعاود السيكل. بالنسبه للطريقه ديال التكاثر ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم، ترتبط بلي كونديسيون خاصهم يكونوا فافورابل، يعني الظروف خاصها تكون ملائمه. شكون هما الظروف اللي خاصهم يكونوا ملائمه؟ يعني خاصها تكون عندنا لا طومبيراتير غالبا خاصها تكون 37. يعني الطومبيراتير تكون امبيون، تكون صالحه بالنسبه تو لي ميكروب، يعني تيقدروا يسيبورتيو هاد لا طومبيراتير. وخاصهم يكونوا عندنا لي سبستونس نيتريتيف، يعني خاصها تكون عندنا الماكله ديالهم. الا لقاو درجه الحراره الماكله راه تتكاثر. بالنسبه لي باكتيري ولي بروتوزوار، الطريقه باش يتكاثروا هي لا ديفيزيون، يعني تتكون خليه وحده تتقسم من الوسط باش تعطينا جوج ديال لي سيليل، وتتم غاديه السيكل تعاود. بالنسبه لي شامبينيون بحال الموازيسيغ ولا العفن ديال الخبز، راه تينقسم باغ سبوريلاسيون، يعني تيعطي لي سبور.
بالنسبه لالوفيغ الخميره اللي هي نوع ديال لي شامبينيون راه تتكاثر بالبورجونمون، يعني تيكون عندنا واحد شامبينيون بهذا الشكل، تيخرج منه واحد البرعم صغير، وهذاك البرعم الصغير حتى هو تيبقى يكبر ومن بعد تنفصل تيولي بوحدو وتبقى تعاود السيكل. كانت هذه هي لا بروميير بارتي. نلقاكم ان شاء الله في دوزيام بارتي غنتكلموا فيها على لي بروبريتي دي ميكرو اورغانيزم باثوجين، يعني شنو هما الخاصيات اللي تيميزوا هاد لي ميكروب اللي كيسببوا لنا لي مالادي.